السيد قمر الدولة عبد العزيز المقابلي. ويشرفنا أن يكون بيننا المهندس أسامة محمد بخيت. ويشرفنا أيضا أن يكون بيننا إسماعيل عثمان مدحين. ونتشرف أن تكون بيننا ابنة قمر الدولة هبة قمر الدولة. وتزداد الرياض بوجود السيدة حياة أحمد الشيخ والسيدة محسن العتاق والحاجة زينب الشيخ إدريس الطيب. ويسرنا أن نستقبل إخوة أعزاء أتوا من الشرقية على رأسهم الدكتور الفاتح زين، ويشرفنا أيضا أن يكون بيننا الأستاذ كمال محمد علي وأسرته الذين أتوا من السودان بغرض المتابعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي. الإخوة الأعزاء، هذه هي نهاية الدورة الثالثة من دورات جمعية أبناء العلوم الخيرية. وكما تعلمون فقد بدأت هذه الجمعية نشاطها في العام 2001، فكانت الدورة الأولى برئاسة الدكتور عمر الطيب الحلبي، ثم تلاه مولانا معتصم البشير في الدورة الثانية، ثم واصلنا نحن في الدورة الثالثة واستمرينا في دورة أخرى فمنذ العام 2009. كل هذه الدورات كان الغرض منها هو تجميع أهل العلمون على كلمة السواء، ومن ثم المشاركة في كل الأعمال الخيرية في العلمون، وتجميع أهل العلمون في الداخل والخارج على كلمة واحدة. حاولت هذه الجمعية في شتى الطرق أن تجمع أبناء العلمون على كلمة واحدة، وبالتالي جمع كلمتهم وبالتالي تنظيم العمل الخيري سواء كان في الرياض أو في العلمون. وقد وجدت هذه الجمعية أو ساعدت هذه الجمعية في دعم كل الأعمال الخيرية التي كانت في العلمون. فمنذ العام 2009 ساهمت هذه الجمعية مساهمة كبيرة جدا في دعم كل الأعمال الخيرية. هناك أكثر من 27 عمل خيري كان في العلمون كان لهذه الجمعية نصيب الأسد في هذا الشيء. ومن أبرز الأعمال التي حاولت بها الجمعية في هذا منذ بدايتها هو تكوين شيء يجمع أهل العلمون. وتم تكوين منتدى العلمون بفضل هذه الجمعية في العام 2009، وصار هذا المنتدى هو عبارة عن موضع يلتقي فيها كل الناس. ولقد سبق لي أن قال لي أحد أبناء العلمون في البرازيل، يعني قال لي أنا لو عاوز أعرف أخبار العلمون أفتح منتدى العلمون وأشوف أخبار العلمون الأموال والأحياء والمناسبات الاجتماعية. أصبح منتدى العلمون هو شيء يجمع. فكانت فكرة جمعية أبناء العلمون بالرياض أن يكون هذا المنتدى هو عبارة عن بوتقة تجمع أهل العلمون ومن ثم انطلاق مشاريع خيرية كثيرة جدا. هذه الجمعية ساهمت في أشياء كثيرة جدا في العلمون، وفي نفس الوقت حاولنا أن نجمع أهل الرياض في بوتقة واحدة. وكان من المؤمل أن تكون هناك دار لهذه الجمعية، إلا أننا يعني حاولنا بشتى الطرق إلا أنه لم نفلح في قيام دار لهذه الجمعية. نتمنى في الدورة القادمة أن تكون هناك دار لتجمع أبناء العلمون في منطقة واحدة. لا يمكن للإنسان أن يكون كاملا، ولكنها أعمال بدأناها في السنوات الماضية. قد فشلنا في جزء منها وقد نجحنا في بعض الأجزاء، ولكن الشيء الوحيد الذي ساعدنا فيه هو يعني المساعدة في كل الأعمال الخيرية التي كانت في سواء في الرياض أو في العلمون.
اسم إعلامي كبير جدا في العنفون أو في الرياض. والدلالة على ذلك اتصل علي قناة النيل الأزرق اليوم، عرفوا من المنتدى ومن الإنترنت أنه هناك يعني جمع أبناء العنفون وحبوا أن يغطيوا هذه الجلسة. نحن زمان في الماضي كنا بنلجأ إلى بعض التلفزيونات عشان يغطوا لنا هذا الشيء وكنا ندفع لهم فلوس. فاليوم أصبحت التلفزيونات تأتي إلى هذه الجمعة لأنه اسم الجمعية أصبح أكبر مما كان في الماضي. ولا بد للحياة أن تدور. أنا كنت من أنصار أنه يجب أن نغذي الجمعية بعناصر شابة بدماء جديدة، لأن الدماء الجديدة دائما في العالم بتعمل أفكار جديدة. يعني جمعياتنا هذه في قبل 4 سنين جبنا أفكار جديدة، الأفكار الجديدة اللي اتعملت ممكن يجوا شباب جداد، تجي لجنة جديدة تغذي أفكار جديدة عشان الناس تنتبه. ففي نهاية هذا العام الدراسي وهذه هي نهاية الجمعية إن شاء الله بعد أسبوعين في 21/6 أو 21 يوم الخميس اللي بعد ده حيكون هناك الجمعية العمومية. سوف تكون هناك جمعية عمومية في 21/6 هنعمل فيها خطاب الدورة لكل الأشياء التي عملت في ال4 سنوات الماضية، ومن ثم ترشيح أو فتح باب الترشيح واختيار لجنة جديدة تواصل في نفس العام. زمان في الماضي رئيس وزراء ماليزيا مهاتير حينما أراد أن يتعامل بعض الناس بيصروا يقولون اللجنة القديمة تواصل. اللجنة القديمة ممكن تواصل، لكن نحن عايزين نضيف دماء جديدة. العصر اتغير والزمن اتغير، فكل مرة يجب أن نضيف دماء جديدة للجمعية. فنحن يعني نتمنى أن نضيف دماء جديدة لهذه الجمعية لاستمرار. العنفون مليئة بالنجوم، ومن ضمن هؤلاء النجوم اللي معنا اليوم أخونا السيد جبل الدولة عبد العزيز. طبعا هناك مجموعة من الناس الموجودين هنا احتمال يكونوا ما بعرفوا جبل الدولة بس بيسمعوا عنه بالماضي، بالذات الشباب الموجودين في الرياض هنا والذين ولدوا هنا. فقد لا تذكروا أنه في الستينات والسبعينات أو في بداية السبعينات والثمانينات كانت هناك جمعية تعاونية في العنفون، وهذه الجمعية يعني قد رشحت بأن تكون هي الجمعية التعاونية النموذجية على مستوى السودان. جمهورية الدولة عبد العزيز هو كان سكرتير هذه الجمعية، وتعتبر كانت من أنجح الجمعيات التعاونية في السودان. لم يكن ذلك فحسب، بل أصبح رئيس لاتحاد كرة القدم في العنفون لعدة دورات. ليس ذلك فحسب، بل أصبح عضو في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في مديرية الخرطوم لعدة دورات، بل أصبح له نشاط في إدارة نادي الورنة في السكرتارية وفي الرئاسة، وأصبح له أدوار كثيرة جدا في شتى ظروف الحياة في العنفون. هو رئيس لمجلس الآباء فترات طويلة جدا لمدرسة عبد الرحمن بخيت، ثم له دور كبير جدا في منتدى العنفون الثقافي، ثم تنقل إلى مجلس العنفون. فهذا الرجل له أيادي بيضاء كبيرة جدا في العنفون، وساهم في أعمال خيرية تعليمية ثقافية رياضية خدمية في شتى المناحي في العنفون، وأهل العنفون أكبروا هذه الأشياء. فأخونا جمال اليوم معنا هنا كان يعني لذلك رأت الجمعية تقديرا لهذه الأشياء